ولاية تيسمسيلت غرب الجزائر العاصمة تزخر بإمكانيات سياحية وثروة غابية ممتدة على ربوع جبال الونشريس. احنا هذه الرحلة الأولية ما هي إلا استكشافية واستطلاعية، يعني من أجل في الأخير أن نعتمد مسلكا محددا يراعي طبعا احتياجات السوق السياحي الوطني، يراعي يعني احتياجات الوكالة ما تحتاجه من مرافق. بغابة عين عنتر تقف شجرتا سلطان وسلطانة شميختين وشاهدتين على جمال المنطقة وسحرها. عثمانيين كما اللي كانوا هنا في الجزائر في القديم، كان ملك وملكة، ومع مرور السنين كانت واحد معناه يقول لك الجن او كذا حولهم الى هذو سلطان وسلطنه الى شجرتين، اصبحت كمزار للسواح. منطقة تستهوي عشاق المغامرة والتخييم البري. احنا ديما نصطادوا هنا لي طونط تاعنا نصطادوا، وغدوه من ذاك نزيدوا نخلوا الماتيريال تاعنا ونزيدوا نواصلوا الجوله تاعنا في مناطق اخرى ان شاء الله. ترجع عبد خلاف لافيل تاعك، الدار تاعك ترجع عبد خلاف، اون بليس تكتشف في بلادك. انايا واحد من الناس سما بلادي ما عرفتهاش كي غير كي وليت نخرج تما انا وصحابي، هذا وين عرفت بلادي صح باللي راهي شابه فيها حوايج بزاف، الدور ما تكملهاش. مناطق غابية تطغى عليها شجرة الأرز المترامية الأطراف بالحظيرة الوطنية لثنية الحد. العائلة تيجوا هنايا من ألجي، من بليدة، من أغلبية من حتى من بسكرة، من باتنا، من جو دي فواياج هكا وندوهم لي زوتيل. الله يبارك تيسمسيت وقت فات ما كانش عندنا لي زوتيل، بصح دروك راه الله يبارك كاينه واحد الساعه تاع لي زوتيل كاع ما شاء الله. يعني عندنا شباب هواة يعني يحبوا السياحه الجبليه، انا ننصحهم باش هنا كاين الامن وكاين كل شيء يعني في ولايه تيسمسيلت، وخاصه في الحاضره هذه يعني يقدروا يجوا يتخيموا. مرحبا بكم في بيت ملاس، الولايه المضيافه ولايه الكرم، ونقول لكم باللي هذا الفندق راه يرحب بكم، الاسعار في متناول الجميع. فضاءات طبيعية تستوجب الترويج وتحسين باقي الخدمات للارتقاء بالولاية إلى مصاف أهم الوجهات الداخلية.